مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسرع ايس كريم هيعجبك جدا وهيعجب ولادك، ومن الفاكهه من غير الوان صناعيه زي ما احنا بنجيبه. وحاجه اكيد كلها عندنا في البيت، اللبن والمانجا. تمام، لان احنا مخزننا مانجا كتير، دي من المانجا اللي انا كنت مخزناها. بصوا حبايب قلبي، انا حطيت كوبايه لبن وحطيت تلات ارباع تلات ارباع كريم شانتيه. تمام، ضربتهم مع بعض، انت هتلاقيهم هيتحولوا كأنك ضربة بالمضرب. بصوا السمك بتاعه. في اللحظة دي انت هتنزلي بالمانجا اللي انت مقطعاها، ودول كانوا بالتحديد مانجايتين. تمام، دي من المانجا اللي انا كنت مخزناها. هضرب كل الخليط ده، وحطيت معلقتين لبن بودره. ليه اللبن بودره؟ لو المانجا فيها نسبه ميه مش الايس كريم مش هيحل معايا. دقت الايس كريم لقيته مش محلي قوي، زودت عسل نحل. لو انتي الحاله بتاعك كده مظبوط خلاص مفيش ادنى مشكله. حطيته في علبه وهسيبه من 3 ل 4 ساعات، وحطيت فوقيه كيسه نايلون على اساس ان هي التجميد ما تعملش قرمشه التلج. وبعد كده انا حطيته في كاسات، وكان طعمه حلو جدا وعجب الولاد. اتمنى ان انتوا تجربوه، كفايه ان هي حاجه مش بالوان وبمانجا طبيعيه. والله العظيم كان طعم المانجا بيور فيه، كان ايس كريم. انسي ان انت تشتري ايس كريم من بره، واعتمدي الطريقه دي في الفراوله لاولادك بيحبوا الفراوله. طعمه حلو جدا جدا جدا، واتمنى ان انت تجربيه، واتمنى ان انا اكون افدتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.